تخيل معايا تفيق مع الصباح وتجي خارج من دارك حتى كتلقى واحد الافعال سامه كتسناك حدا الباب، غتحاول تجري باش تهرب منها ولكن غادي تكتشف بلي كاع الحقول وكاع الديور اللي حداك عامرين بالافاعي. هذا ماشي مشهد من فيلم ديال الرعب، بل فعلا وقع في جنوب الصين. من بعد الامطار الغزيره والفيضانات اللي عرفتها الصين مؤخرا غادي يرتفع منسوب المياه بواحد الشكل خطير، والسيول غادي تجرف معها اي حاجه لقاتها في طريقها. ومن بين الاماكن اللي وقع فيها ضرر كبير كانت المزارع الخاصه بتربيه الافاعي. هذه المزارع كانت كتربي الالاف ديال الافاعي من اجل استعمال السموم ديالها في صناعه بعض الادويه وفي الابحاث الطبيه، لكن قوه الفيضانات غادي تحطم كاع دوك الاقفاص والاسوار اللي كانوا في دوك المزارع، الشيء اللي غادي يخلي الالاف ديال الافاعي يهربوا دفعه واحده. وبعض من هذه الافاعي كانت من الانواع السامه بحال الكبرى. المشكل هو ان هذه الافاعي لقات الحريه ديالها وانتشرت مع الفيضانات حتى وصلت لعدد من القرى المجاوره. السكان ديال دوك القرى كاملين عاشوا واحد الرعب والخوف كبير، لدرجه كلشي بقاو كيسدوا على راسهم البيبان والنوافذ وما كيخرجوش الا للضروره. في الوقيته اللي فرق الانقاذ والشرطه بداو البحث على الافاعي قبل ما تسبب في شي مآسي كبيره، حيت فعلا تسجلت بزاف ديال الحالات ديال لدغات الافاعي. السلطات الصينيه رفعت حالات التاهب وطلبت من كاع السكان باش ما يحاولوش يشدوا الافاعي بنفسهم وانما يبلغوا عليها فقط ملي يشوفوها. وبالرغم ان فرق الانقاذ تمكنت انها تصطاد واحد العدد كبير من الافاعي، الا ان عمليه البحث مازال مستمره، حيت بزاف ديال الافاعي تخبات بين الشجر والحقول ومجاري المياه. هذه الحادثه بينات كيفاش ان كارثه طبيعيه تقدر تحول في ثواني لخطر اكثر رعب. وبالنسبه اللي باغي يشوف الفيديو ديال الهروب ديال الافاعي وداك الرعب اللي ركبت الساكنه، غادي نخلي لكم الفيديو في هذا الرابط هنا في الصفحه ديالي، غير بركوا عليه ونزلوا حتى لتحت غتلقاو رابط الفيديو، دخلوا ليه وتفرجوا وخليوا لي رايكم في التعليق. شنو كانت غتكون رده فعلكم لو انكم نتوما لا قدر الله اللي عشتوا هذه المواقف؟